ما بدي انسى الزبدة مع القهوة. تاني يوم من كارنيفور. اليوم قررت بلش نهاري بالكوفي بالقهوة. جايز امبارح انا بحب حط 3 معالق، بحبها تقيلة شوي. اذا بدي اعطيكم فيدباك عن اول نهار عن امبارح، جايز عن جد كان كتير صعب، كانت العوارض كتير صعبة، حسيت وجع راس كتير قوي، جسمكم منهار، ما في طاقة ابدا، بتحسوا بدوخة كتير قوية. بس اليوم وعيت كتير مرتاحة كأني شخص تاني، بالعكس كان عندي طاقة والأمور طيبة، وحتى وعيت حاسة بشبع. تقريبا إلي 18 ساعة من لما تعشيت لهلأ اللي عم بعمل الكافي، مرق 18 ساعة ما أكلت ولا شيء، شربت مي بيناتهم. ذوبنا القهوة، أكيد مع القهوة ما بدي أنسى اللي هو أهم شيء الزبدة. بدي أحط تقريبا معلقة صغيرة. كتير بشتاق لك أنا وياك، كتير بشتاق لك لما تروح. جايز ما في داعي أذكركم إنه القهوة مع الزبدة بتعطيكم طاقة كتير قوية. ما تنسوا إنه إحنا ما عم ناكل كاربس، فهي بتعوض وبتعطينا الطاقة اللي لازم ناخدها، والأهم شيء بالموضوع إنه بتعطينا طاقة طويلة الأمد، مش لفترة صغيرة، لنهار كله إذا بدكم. فأنا ما بكتر، يعني هيدا هو فنجان واحد بشربه والأمور طيبة. يلا have a nice day. هون جايز شربت قهوتي ورحت فتحت لايف. هون كنت عم بلعب جولة، هون عم صور لكم لما كنت لايف، وهيدي أنا هون بعدني بالجولة. أنا ككارنيفور لما بدي أخد سناك بدل ما أكل شوكولا باكل تشيدر تشيز. هيدا بيكون السناك تبعي. أنا ككارنيفور هيدا بيكون أول بلا لإلي لليوم. هو عبارة عن دجاج مقلي، 3 بيض مقليين بالزبدة، تشيدر تشيز، وقطعة زبدة أكيد. جايز تقريبا من العشاء لهلأ رجعت أخدت أول وقعة، مرق حوالي 21 ساعة تقريبا أو 20 ساعة. فهيدا حيكون البلا تبعي لليوم. الحمد لله إنه اليوم ما عندي عوارض ولا وجع راس ولا دوخة. حتى امبارح كنت طول الوقت عم بحس إنه إيدي عم بيرجفوا، كمان راحت الرجفة كلها، كنت عم بحس بدقات قلب سريعة. كمان اليوم ما في ولا أي عوارض، شكله خلص يعني الجسم بلش يتأقلم، عرفته. بس أول نهار كان كتير صعب. وهيدا قطعة الزبدة هي الأساس. لهلا جايز الأمور تمام وشفتي عم بلش أتعود، ماني مزعوجة أبدا. جايز أنا خلص حسيت بالشبع، ماني قادرة بقى أكمل السحن تبعي. وقت تحسوا بالشبع مفروض توقفوا، لما ترجعوا تحسوا بالجوع بترجعوا بتاكلوا يعني.
اوكي سو فضل تقريبا نص الصحن بس انه سافا. جايز هو لانه الفات كتير بيشبع، يعني بتحسوا بالشبع دغري ولوقت طويل. سو عم بحس صعوبة انه كمل البلا، عرفتوا؟ سو هلا افضل هو ليه لما ارجع احس بالجوع ما عم بقدر مرق بالنهار اكتر من وقعتين، لانه كتير بتحسوا بالشبع وبتحسوا لوقت طويل، عرفتوا؟ سو يعني بحس هذا البلا باكله على وقعتين وخلص لبكره. سو يلا سيو. تخيلوا اكلت هذا البلا سو ما بظن اني رح اقدر مرق غيره. سناكي ككارنيفور لليوم هو كندر. صدقتوا؟ مستحيل، اكيد لا. سناكي ككارنيفور لما اشتهي اي شيء بيكون زبده. ملخص هيدا النهار اللي هو اليوم الثاني، كل شيء اكلته دقاق زيت صورت لكم اياه، بس بقي لكم اني شربت مي طول النهار. عم بشرب مي وعم بحط نص معلقه صغيره ملح هيمالايا بالليتر مي. هيدا كتير مهم جايز ليحافظ على السوائل اللي بالجسم تما تنشف المي بجسمكم. انتبهوا ما مفروض تتخطوا المي مع رشة الملح. الحمد لله مرق اليوم الثاني، ابدا ما حسيت بتعب، ابدا ما حسيت بخمول، ابدا ما حسيت بوجع راس بصداع، ما حسيت بالعين، ما حسيت بتعب ولا حتى بشعور انه بدي انام. عكس كليا كان عندي طاقه كتير عاليه. بلشوا تحسوا بالفرق من اليوم الثاني. يعني انا البنطلون اللي لبسته ما بعرف حاسه تغير الشيب علي، بس ما بدي احكم هلا، خلونا نطول بالنا انه كمان بعدنا تاني يوم. بس خلص بتعرفوا ليه؟ لانه المي اللي بجسمكم عم تفضى، مش تحسوا بالفرق. بس خلونا نتابع سوا. ما بدي اذكركم ما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب على القناه وتعملوا لايك للفيديوز حتى يضل يوصلكم كل جديد، حضلني اب تو ديت معكم كل الوقت. عندكم اي نصيحه لإلي، تعطوني افكار بالاكل، طريقه كيف نعمل وصفات، يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات تساعدوني فيهم. بس بدي اخبركم شغله، انا اللحمه ابدا ما حبيتها وما بعرف كيف بدي اتقبلها الايام اللي جايه، وما قدرت اتقبلتها بولا اي طريقه. يعني امبارح الستيك شويتها ما قدرت اكلتها، ما تقبلتها. انجا اكلت منها شوي وخلص قلبت نفسي، فيها كمية دهن عالية ومانا طيبة، ما حبيتها. حتى رجعت على وقت الغدا جبت ستيك، قلت بلكي لانه شويتها ما عم بحبها سلقتها بالاول وبعدين رجعت قليتها مع زبده وهيك. ما قدرت اتقبلتها، ما بعرف ما عم بحبها. سو انتو بليز اذا عندكم شي وصفات وقادرين تساعدوني اكتبوا لي بالتعليقات، يعني رايكم كتير بيهمني. اوكي جايز، وهلا مرق النهار وصرنا عشيه تقريبا. هلا الساعة 11 المساء وانا لهلا ماني حاسة بالجوع ابدا ابدا. حتى عم بشرب مي طول الوقت وعم بجبر حالي بالمي كمان، حاسة حالي ماني قادرة اشرب مي، عرفتوا؟ بس عم مرق 3 لتر و4 لتر حقا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اليوم ما في وجع راس، ما في دوخة ابدا ابدا، في تعب، ما في، بالعكس حاسة تركيز عالي زيادة، حاسة في طاقة زيادة. فتحت لايف تقريبا شي 6 أو 7 ساعات، ما حسيت بالتعب أبدا، وكان تركيزي كتير عالي. وكنت